بدري قوي، بدري قوي. وماتش المفروض على الورق انه سهل قوي في المتناول جدا. الزمالك او فيريرا عمل كل حاجة غلط عشان ما يكسبش الماتش ده. كل حاجة المقاولين عايزها فيريرا عملها له. طبعا مش عايزين نبخس بحق ميكي، الصراحة مدرب المقاولين. ميكي كان لعيب كبير على فكرة، في حرس حدود كان احد القادة في الجيل الذهبي بتاعهم اللي خد الكثير، الجيل بتاع احمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغني، وبقى مدرب كويس جدا. بان قوي امبارح انه فعلا راجل يعني تكتيكيا عارف يلعب على امكانيات فرقته. ولكن الزمالك هو يعني كل اللعيبه كانت وحشه امبارح بلا استثناء. بسبب اللعيبه؟ لا، بسبب فيريرا. الا اتنين بصراحه. الفينا لما نزل عمل شكل، كان دايما بيطلب الكوره، يعني في اي وضع بيطلب الكوره، بيفضي نفسه كتير. يعني هو اول ما نزل استلم الكوره، عدى من واحد والتاني، شاط كوره كان فيها شكل ضربه جزاء، انا شايفها مش ضربه جزاء، بس عمل شكل. بعدين بيطلب الكوره، عمال يطلب الكوره، باص وباص وباص، وبيفضي نفسه وبيفتح. الوحيد اللي كان بيحاول يعمل حاجه محدش بيديله. الونش بيروح له لحد قبليه ب3 متر ويديله، يبقى هو اتمسك ب3. ف والتاني كان محمد صبحي، هو لم يختبر في كور حقيقيه، بس هو كل الكور طلع مسكها صح، ما غلطش في باصات، لانه دايما بيلعبوا من تحت. الزمالك يعني طريقه فرقه انه بيلعب من تحت من عند صبحي، فكل الباصات كانت صح، تطلع بالكره كان كويس. فبرضه ما تقدرش تقول ان هو كان وحش. بقيه اللعيبه فيريرا يعني بتلعب باربع تمانيات في الملعب، فين الونجات؟ اصعب حاجه على فرقه قافلالك دفاعها ان انت عايز تخش من النص طول ال90 دقيقه، عايز تخش من النص. كل اللعيبه بتباصي غلط، حتى عبد الله السعيد يا مؤمن بيباصي غلط. هو ميزته الوحيده انه بيباصي صح، ميزته الوحيده في سنه ده يعني ان هو بيطلع لك باصه تعمل لك فرصه. كان بيباصي غلط. شحاته كان وحش، مخنوق، اللعب مخنوق يا جماعه. الملعب المقاولين مرصوص، وانا عايز اخش من النص فمقفوله، فعمال ارجع مش عارف حتى اطير الباكات. بنتاج بان قوي انه وحش، لانه مش عارف يطير، لانه في جناح قدامه خانقه. الناس بتلعب في مش مراكزها. ادم كايد باين قوي انه 8، صعب قوي جناح. ناصر ماهر ما ينفعش يبقى جناح، لازم يلعب. انا شايف التشكيل المناسب على الاقل ان انت اولا ما تلعبش بدونجا، مش لانه وحش، لان الماتش مش مستاهل العب ب6 ثابت. المقاولين مش هيهاجمك، المقاولين هيفضل يرجع لورا. دونجا ده تنزله لو انت كسبان 2-0 او كسبان 1-0 في الدقيقه 80، فبامن عشان ما يلطشوش. لكن انا نازل العب المقاولين بلعبه ب6 سقم، يعني مديله اكبر من حجمه ليه؟ كده كده مش هيهاجمك. فانا كنت العب بشحاته وعبد الله جنب 8 جنب بعض، وشحاته يعمل الادوار الدفاعيه، واحط قدامهم ناصر ماهر وونجاد اولفينا. والناحيه الثانيه انا كنت شايف ان شيكو بنزل. انت بتقول لي مصاب، انا 90% مش مصاب، 90% كان القرار تأديبي، وانا مش شايف ان ده صح. موضوع ان انا اعاقب لعيب فما لعبوش، انا كده بريحه. اعاقب لعيب اخصم له، بس انا محتاجه في الملعب العبه. ده اللي انا اعرفه، ده اللي انا اعرفه. فجو المدارس بتاع زمان ده اللي هو هأدبه، لا، انت لما تقعده ما بتأدبوش والله. انت لما تقعده بتريحه، اخصم له، خلصت وانزل العب. فهو كان اولفينا شيكو بنزا وناصر او عدي، اي حد فيهم، والتاني ينزل في الدقيقه 60 وتمام. انا كنت شايف ده التشكيل الامثل. مش شيكو بنزا بره ال 18، لعب عبد الحميد معالي. طيب بدات بالتشكيل غلط، قاعد مستني ليه لحد الدقيقه 60؟ هتقول لي اصل هو مدرسته ما يغيرش. مدرسه ايه؟ مدرسه ايه؟ الماتش خلاص، انا شايف اني بادئ غلط ومش عارف العب، ابدا اغير تفكيري وانزل الاوراق اللي عندي بدري شويه من اول الشوط الثاني. هقول لك من الدقيقه 30 عادي لو انا مزنوق. استنيت الشوط الاول وما جبتش جوال، انزل الشوط الثاني اغير على طول. على طول استنى للدقيقه 60، لان انت كل ما الوقت بيعدي وانت 0-0، الفرقه اللي قدامك بتاخد حماس اكتر انها تقفل عليك. للاسف اختبار ما نجحش فيه فيريرا. بدانا نقط بدري قوي قدام فرقه سهله.
المقاولين على فكره بقى ده من اسهل الماتشات، يعني المقاولين ودجله وفاركو وكهرباء اسماعيليه، دول اسهل فرق. هتعمل ايه قدام مودرن يوم الخميس؟ فرقه بتلعب كوره، فرقه معاها 4 بونت بينهم بونت بالاهلي، هتعمل قدامها ايه؟ اختبار صعب جدا. لازم ولابد تبدا تلعب على الاطراف، من النص دي مش هتوصلك لحاجه في الدوري، وتبدا بالناس بقى خلاص، الناس تاقلمت. يعني انا هنفضل لحد امتى نقول نتاقلم؟ اخر حاجه عايز اتكلم فيها ان الراجل في المؤتمر الصحفي اشتكى من ارضيه استاد القاهره، وهي باينه قوي ان هي وحشه، باينه حتى من ماتش الاهلي ومودرن. الكوره بالطب، يعني اللاعب يباص الكوره ما توصلش في رجل اللعيب بالطب، فيضطر ياخد وقت على ما يستلمها. الاستاد ده تم انهاكه واتعمل عليه حفلات واتعمل عليه حاجات، يعني بوظوه. مش هيفوق الا لما يكون في ماتش المنتخب مهم او حاجه يتلعب عليها الدوري، يقفلوه يعملوا صيانه، القصه بتاع كل مره. الراجل لما قال كده في المؤتمر الصحفي قطع عليه الصوت. هو احنا فين يا جماعه؟ واحنا في سنه كان في ايه؟ ما يقول الاستاد وحش، ايه المشكله يعني؟ يعني هو الراجل بيتكلم، هو الراجل غلط ولعب غلط وكل حاجه، وكان ممكن يكسب بالارض الوحشه، بس هو بيقول رايه. وكابتن ايمن يونس في الاستوديو قعد كان بيتفرج على ماتش تاني، طول الماتش يقول لك فيريرا هايل، فيريرا جميل، فيريرا عارف يستخدم اوراقه. هو اصلا اوحش ماتش للزمالك من 5 سنين. واول ما جاب سيره استاد القاهره رجعوا على الاستوديو قال انت اللي اصلا ما عرفتش تلعب لما قعدت في استاد القاهره. يا كابتن ايمن، يا كابتن ايمن ادم قوي الكلام ده، عيب 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 على سنك حتى، كفايه. اخر حاجه، شيكو بنزا لازم يخش، لان انت كده بتموته وبتبوظ الصفقه. اللي عندنا مودرن الخميس ان شاء الله خير. الاهلي هيخش يدوس على الكل، اي فرقه ياخدها 3-4 وهو واقف زي ما عمل في عفاركو كده، خلاص الفرقه فائت. فلو انت عايز تخش في المنافسه السنه دي حتى على دوري الابطال، مش هقولك على الدوري، لازم الماتشات السهله دي ما تسيبهاش. مشكله يا جماعه ان انت ممكن تبقى يعني طالع مثلا في الدوري ما خسرتش من الاهلي ومن بيراميدز، ولكن طالع ثالث. ليه؟ لانك نقطت الماتشات السهله، نفس مشكله السنه اللي فاتت. تنقيط هو اللي بيخسر الدوري.